كتير شايفة ان العقارات فلوسه كتيرة وسهلة. النهاردة من قلب الماركت هنعرف الحقيقة الكاملة مع خالد بهاء، سيلز مانجر. هلو يا خالد. ازيك يا باسم؟ الحمد لله كله ايه تمام. الاخبار؟ هل انت من وجهة نظرك بجد العقارات فلوسه سهلة؟ من بره تبان سهل، بس لما تخشي وتشتبكي تصطدمي بالواقع. بتقابلي رفض كتير، بتقابلي قلة خبرة، تبقي محتاجة دايما تذاكري، دايما محتاجة تستمري في المذاكرة وفي السعي، والفلوس موجودة كده كده هتيجي مع الوقت. طب هل ده معناه ان اللي بيدخل المجال ده بيكمل وبجد بيلاقي فيه فلوس؟ نسبة كبيرة ما بتكملش أول سنة، بس اللي بيكمل وبيستمر وبيشتغل على نفسه بجد بيعمل فلوس وبينجح. ده معناه ان كمية الديلز مش كتيرة. على حسب على حسب ايه؟ على حسب الشخص. الديلز موجوده كده كده زي ما قلت، فمحتاجه منك مجهود ومذاكره. ممكن تبقى في ديلز بتيجي بالصدفه، بالحظ، بالرزق بتاع ربنا. هي في الاول وفي الاخر هي ارزاق، بس عشان تنجحي بجد ويبقى ده كاريرك وتكملي فيه محتاجه تجتهدي، محتاجه تذاكري، محتاجه دايما ما تقفيش في مكانك، تسعي باستمرار والديلز هتيجي مع الوقت. طب يا خالد، انت من وجهة نظرك ليه الناس شايفة انه سهلة من بره؟ بتشوف ديل واحد بينجح، ما بتشوفش مئات المحاولات الفاشله ولا الديلز اللي بتتكنسل. فالنجاح في العقارات مش مواليد اللحظه، نجاح في العقارات بيبقى تراكم. ده معناه ان كام بروكر مثلا بيكمل لحد الاخر وكام بيمشوا؟ نسبة كبيرة بتمشي أول سنة، اللي بيكمل اللي بيبقى عنده هدف أو عدى بأول صفقة. ليه العقار لسه من اقوى الاستثمارات في مصر؟ العقار يا بسمة أصل حقيقي، بيحافظ على القيمة بتاعت فلوسك وبل بينميها كمان، فهو وعاء استثماري. العقار عليه طلب عالي، دايما الناس محتاجة العقار، محتاجة تسكن، محتاجة تستثمر، محتاجة تأجر. لو بصيتي من فوق في مصر وبره مصر، أغلبية الأثرياء والمشاهير عندهم عقارات. ليه؟ لأن ده وعاء استثماري بينمي الثروات. هل اي حد بيشتري عقار لازم يبقى مستثمر؟ مش شرط. هو الفرق بين المشتري العادي والمستثمر، المستثمر حاسب هو هيخش امتى وهيخرج امتى ودارس السوق. حلو قوي. امتى بقى العقار يبقى قرار غلط؟ لو بتشتري بدون هدف، لو القسط فوق امكانياتك، بتشتري بدون دراسة، العقار في حد ذاته مش غلط، القرار هو اللي غلط. هل فعلا البروكر هو مجرد شخص قاعد بس بيعمل كولز؟ الكودز دي اسهل حاجة يا بس. القيمة بتيجي امتى؟ لما يقارن ما بين المشاريع المختلفة ويفهم احتياج العميل مظبوط، ويبتدي ممكن في وقت من الاوقات يحذره، واوقات كتير ممكن يقوله ما تشتريش دلوقتي. حلو قوي. امتى بقى البروكر يبوظ الصفقة اصلا او يبوظ الديل؟ لما يدور على كوميشن، لما يزق في مشروع بعينه عشان كوميشن اعلى، وفي الاخر ده هيبقى بياع مش بروكر. صح. طيب انت بتفضل التعامل مع الديفلوبر دايركت ولا بروكر احسن؟ احيانا التعامل مع المطور دايركت بيبقى افضل، بس لو البروكر الشاطر الامين موجود 100% هيبقى التعامل مع البروكر افضل. البروكر بيوفر للعميل مقارنات ما بين المشاريع المختلفه وبعضها. المطور، انا ببيع البرودكت ده احسن برودكت موجود في السوق. بروكر هيساعد العميل في الاختيار الصح. صح. طيب اسمح لي بقى يا خالد اسيب البروكر والديفلوبر شوية وادخل بقى في حياة خالد بهاء. تفتكر اول ديل قفلته؟ اه طبعا. حلو قوي. كان امتى؟ في 2021. فاكر اكتر ديل كان نفسك تقفله ومتعشم قوي فيه وباظ كان امتى؟ في اول السنه برضه، في اول ما بدات في 2021. تحفه، يعني ربنا رضاك على طول. الحمد لله. حلو قوي. طب فاكر اكتر بيعه او اكتر ديل مميز بالنسبه لك انت عمرك ما هتنساه؟ انا كل الديلز بتاعتي مميزه. تحفه. طيب احكي لي بقى عن اكتر بيعه لما ضاعت انت زعلت قوي عليها. هو كتير، مش بيعة واحدة ضاعوا يعني، بس دايما مع كل حاجة زي كده بتحصل بتعلمني حاجة، بتضيف لي حاجة جديد، بتساعدني بعد كده في الكلوزنج بتاعي قدام. هل العقارات في نصب؟ بصي، هو في بعض التجاوزات بتيجي دايما من وعود ما بتبقاش مكتوبة. نتلافاها ازاي؟ نتلافاها ان احنا نقرا العقد كويس مع البروكر اللي معانا، نسأل كتير، نبص في بند بند، ولو في حاجة مش عجبانا نتناقش فيها مع المطور، وارد ان احنا نغيرها. حلو قوي. طب هي بتيجي في هلاوه ولا حظ يا خالد؟ هي فيها جزء من الحظ، بس قبل الحظ ده في استمرارية وفي مجهود كبير جدا وفي سعي. ربنا قال لنا اسعوا، والنتيجة بتاعت ربنا في الآخر. ونعم بالله. شايف ايه هي اسهل طريقه نكسب فيها من العقار؟ هو مفيش أسهل طريقة، هو في أذكى طريقة. أبقى حاسب إمتى أخش البروجكت دوت، وحاسب إمتى أخرج منه، وحاسب الار اي بتاعي. انت دلوقتي ما شاء الله بقيت سيلز مانجر قد الدنيا. عندك تيم كامل. ايه اول 3 نصايح بتقولهم لاي بروكر سيلز جديد داخل معاك التيم؟ يتعلم، ما يبطلش يتعلم، كل يوم يتعلم. وسمعته اللي هيبنيها مع الكارير بتاعه مع الوقت. والأمانة مهمة جدا جدا جدا، والمصداقية مهمة جدا جدا جدا، وهي دي سمعته اللي بيبنيها. قول لي ايه اهم نصيحتين لاي كلاينت بيشتري او بيستثمر؟ أقول له ما تستعجلش، تأنى في اختياراتك، ادرس السوق صح، اشتغل مع حد يفهمك ما يضغطكش. حلو قوي. شكرا قوي يا خالد. لو انت حاسس ان انت محتار او محتاج تفهم اكتر سيب لنا رساله
وهنرد عليك ونساعدك مش نبالك.